السلام عليكم أساطير HD أكشن. تخيل نفسك متحاصر في قطر سريع ما بيقفش ومحاط بقتلة محترفين، وكل واحد فيهم عنده دافع قاتل لإنهاء رحلتك قبل محطتك الأخيرة. قطر مليان بالمؤامرات والانتقام، وشنطة غامضة الكل عايزها، لكن مين فيهم هيقدر يوصل للنهاية؟ بيبدأ فيلمنا مع شخص ياباني اسمه الأب، واللي بيبقى في المستشفى بيعيط علشان ابنه اللي في حالة حرجة، وبيجيله بعدها أبوه اسمه كيمورا وبيبقى جاي يطمن على حفيده. بس المشكلة إنه لسه ما فاقش من الغيبوبة، وبيتضح إن حد رماه من على السطح، وبيلوم كيمورا على ابنه علشان ما كانش موجود جنبه. وتاني يوم في مدينة طوكيو بيظهر اللص المحترف بيج، وبتتصل بيه المسؤولة عنه في الشغل وبتشكره إنه قبل المهمة في اللحظات الأخيرة. وبيتضح إن بيج بيتعالج نفسيا علشان يقدر يعيش في سلام، وحاسس طول الوقت انه منحوس. وبيتضح انه هيسرق شنطة هتبقى موجودة على قطر معين، وبيروح محطة القطر علشان يركب، فبيخبط فيه الاب، وبسبب كده بتقع المفاتيح والتذكرة بتاعة بيج. فبيضطر انه يفتح الخزنة بطريقته علشان ياخد الادوات اللي هيستخدمها. وبيعرف انه جاي المهمة دي مكان واحد اسمه كارفر، وده في نفس الوكالة الغامضة اللي بيشتغل بيج لصالحها. وبيبان ان بيج بيحاول ما يستخدمش العنف، علشان كده مش بياخد المسدس وبيكتفي بس بألعاب نارية ومنوم. وبيتضح ان الاب هيركب نفس القطر اللي هيركبه بيج، وفي القطر بنشوف اتنين من القتلة المحترفين، وهم التوأم الغير متطابق ليمون وبرتقان. ودي اسماء سرية بيستخدموها علشان محدش يكشف هويتهم الحقيقية. ولما الكمساري بيقابل بيج وبيسأله على التذكرة، بيكتشف انها وقعت منه مع المفاتيح، فبيطلب منه الكمساري ينزل المحطة الجاية. وبيتحرك الاب بعدها في القطر وهو مجهز مسدسه، واول ما بيوصل لمقعد معين بيبقى مستعد، لكن بيلاقي بنت شابة فبيعتذر لها، لكن البنت بتكهربه فجأة علشان يقع على الارض فاقد الوعي. وفي الوقت ده بيوصل بيج لمكان الشنط، وبيدور لحد ما بيلاقي الشنطة المنشودة. اما ليمون وبرتقان فبيقعدوا مع شاب اسمه الامير، وبيتضح انهم مكلفين بحمايته هو والشنطة الغامضة، واللي طلب منهم كده هو ابوه الموت الابيض. وبيقدموا نفسهم ليه علشان يفهم انهم قتلة محترفين، وبينفذوا مهمة لصالح ابوه مش اكتر. وبيبقى ليمون معاه ملصقات كده من برنامج تلفزيوني شهير، وكل ما يشوف شخص يحس انه شرير بيلزق واحدة منهم على بقه، وبيقعد يفتكر اخر مجزرة عملها هو وبرتقان. وبيتضح انهم مجانين فعلا، لدرجة انهم موتوا اكتر من 16 شخص في اخر مهمة. فبيقطع كلامهم الامير علشان زهق منهم، ووقتها بنعرف ان ابوه الموت الابيض كان ليه فلوس عند واحدة ست زمان، ولما رجعت له الفلوس بعد 5 دقايق تأخير بس قرر يقطع ايديها، لان التأخير عنده دقيقة بصباع انسان، وعلشان كده قطع دراعها كله. وبيتضح ان الشنطة اللي بيحموها دي فيها 10 مليون دولار، ودول كانوا هيندفعوا فدية للامير. وبيتضايق برتقان لما بيعرف ان ليمون ساب شنطة الفلوس من غير حماية، وبيطلب منه يقوم يجيبها بسرعة يخليها جنبهم. وساعتها بيجي اتصال من اتباع الموت الابيض لبرتقان، وبيسأله اذا كان معاه الامير والشنطة، فبيأكد له برتقان ان كل حاجة تمام، وده رغم انه شاف ليمون قدامه مش لاقي الشنطة اصلا. وبيتصدم لما بيعرف انها اختفت. وفي الوقت ده بيبقى بيج اخد الشنطة وخلاص المهمة بتاعته هتنتهي بسلام، لكن بمجرد ما بيفتح باب القطر بيلاقي شخص متعصب جدا وبدلته عليها دم، وبيوجه ضربة قوية لبيج. اما الاب فبيفوق وبيشوف البنت اللي عملت فيه كده، وبيتضح ان اسمها الاميرة، وبيشوفها وهي ماسكة المسدس بتاعه وبتعمل فيه حاجة، وبتفكه وبتطلب منه يسمع القصة كلها الاول، والا هيندم كتير لو ضغط على الزناد. ورغم ان الاب بيمسك السلاح بسرعة، الا ان الاميرة بيجيلها اتصال بيوقفه، وبيفهم انها حاطة واحد من رجالتها قدام غرفة ابنه المريض، وبتطلب منه لو ما ردتش عليه كل 10 دقايق يخلص عليه فورا. ساعتها الاب بيبقى في حالة عجز ومش قادر يلمسها. وفي الوقت ده بيبقى برتقان عمال يفكر ليه الموت الابيض اختارهم هم بالذات للمهمة دي، وبيحكي ليمون عن عصابة قديمة في اليابان، والزعيم بتاعها كان خطر وشرس جدا وعايش حياة من الوحشية، لكن الولاء والاخلاص كانوا المبادئ الاساسية بتاعته. لحد ما ظهر رجل عملاق من روسيا وقدر يهزم كل اتباع الزعيم بسهولة وبوحشية، والروسي ده المعروف دلوقتي بالموت الابيض، وبقى واحد من مستشارين الزعيم بسرعة بسبب قوته. ورغم تحذيرات مجلس الزعيم من الموت الابيض، الا انه وثق فيه، وكانت نتيجة كده انه حرق كل اتباعه وكون عصابة لوحده يبقى هو زعيمها الجديد. وقرر يقضي على الزعيم بطريقة مجنونة، وحط طلقة واحدة في مسدسه وضرب نفسه. ولما مش بتطلع هي الطلقة بيلف الخزنة تاني وبيجرب مع الزعيم لحد ما بيموته. وحاليا الموت الابيض رئيس اكبر منظمة اجرامية عرفها التاريخ، وكل ده بيحكيه برتقان لانه مرعوب من اللي ممكن يعمله فيهم. اما الاميرة فبتعلن عن نواياها للاب، وبتحكي له انها عانت طول حياتها في قصة اشخاص تانيين،
لكن دلوقتي هي هتبقى محور الأحداث وبتطلب منه يموت الموت الأبيض اللي مسبب الرعب في المدينة. طبعا الأب بيبقى شايف الموضوع مستحيل، لكنها بتطمنه علشان مرتبة كل حاجة وهم ماشيين على الخطة بالظبط. والمفاجأة الأكبر لما بيرجع برتقان وليمون للأمير وبيلاقوه منزل دم من عينه ومات خلاص، وبيتضح ان الموت الابيض مراته لسه ميتة من قريب، وعلشان كده ملازم البيت حدادا عليها. وقبل 26 سنة من اللي حصل ده بيظهر ولد صغير في شوارع المكسيك، وامه بتطلب منه يبقى قوي وما يستسلمش، علشان كده لما بتموت بيتحول لشخص خطير للغاية واسمه الذئب، وبيقدر يثبت نفسه لأقوى رجال العصابات في المكسيك وبقى واحد من رجالته. ولما قرر الذئب يتجوز وعمل فرح كبير بيخبطه شخص بالغلط وبيوقع عليه المشروب بتاعه، فبيغضب الذئب وبيروح ينظف هدومه بسرعة، لكنه بيتصدم لما بيلاقي كل اللي في الفرح بيصرخوا، ولما بيقرب منهم بيتفاجئ ان كل واحد بينزل دم من جسمه وبيقع ميت بطريقة مخيفة جدا. وبيفضل الذئب يشرب وهو منهار وبيطلب من رجالته يعرفوا مين اللي عمل كده، لحد ما بياخد ظرف فيه اسم الشخص اللي موت حبيبته، وبيروح يركب نفس القطر بتاع بيج علشان يموته. واول ما بيشوف بيج قدامه بيطعنه بالسكينة فورا، لكن بيتصدم ان السكينة جت في موبايل بيج مش اكتر، وبيحاول يخلص عليه بكل الطرق، لكن بيج بيتصدى لضرباته باستخدام الشنطة وبيوجه له اكتر من ضربة بعدها علشان يتحرر منه، وبيعرفه انه ملوش دعوة بموضوع الانتقام ده اصلا. لكن الذئب بيبقى متأكد انه هو السبب وبينزل فيه ضرب، ولما بيجي يحدفه بالسكينة بيصدها البيج بالشنطة فبترد في صدر الذئب، وبيقع ساعتها ميت على الارض من غير ما بيج يقرب له. وبيحاول بيج يحط جثة الذئب على الكرسي علشان محدش يلاحظ حاجة، وده نفس اللي بيجي في دماغ ليمون مع الامير. وفي المحطة اللي بعدها بيستعد بيج علشان ينزل بقى ويخلص المهمة الغريبة دي، لكنه بيلاقي ليمون واقف قدام الباب بيدور عليه، فبيدخل القطر تاني بسرعة وبيخبط في شخص لابس دبدوب كبير للأطفال وبياخد منه الشنطة بالعافية، ومش بيلحق ينزل من القطر للمرة التانية. وبياخد تليفون الذئب وبيتواصل مع المسؤولة وبيعرفها انه خبى الشنطة ومستني يشوف هيعمل ايه. ولما بيسألها عن موضوع الذئب بتأكد له انه كان موجود في الفرح بتاعه وبينفذ مهمة، وبيتضح انه هو اللي خبط ووقع عليه المشروب. واثناء ما برتقان بيدور بيلاقي بيج قدامه مستخبي، لكن ما بيعرفش انه هو وبيمشي، فبيقابل الاميرة وبيقول لها اذا شافت حد معاه شنطة معدي من هنا فتديله مواصفات بيج علشان يرجع له. بس بيج بسرعة بيروح يقعد في غرفة تانية واللي بيبقى فيها ليمون، وبيحاول بيج يخوفه انه معاه مسدس تحت الطاولة، لكن ليمون بيقدر يكشفه بسهولة، وبيتضح انهم اتقابلوا في عملية قبل كده. وساعتها ليمون ضرب النار عليه مرتين لكنه نجا، فبيفهمه بيج انه معاه الشنطة اللي بيدوروا عليها، بس ما كانش يعرف ان الاميرة شافته وهو بيخبيها وراحت خدتها. وبيأكد لليمون انه هيديله الشنطة ويمشي في سلام، لكن ليمون مش بيصدقه وبيكشف كمان انه موت شخص، علشان كده عاوز يلبسهم التهمة ويهرب، وبيشبهه بشخصية البرنامج بتاعه الشريرة. وبيدخل ساعتها الاتنين في قتال مع بعض، وبيحاول ليمون يمسك المسدس علشان يخلص عليه، لكن بيج بيديله باللابتوب في وشه وبيفقد الوعي فورا. وبيفتح ازازة المية اللي معاه وبيفضي منها المنوم، وبيلاقي رسالة جاية على تليفون ليمون من برتقان، وبيفهم انه جايله في السكة، فبيكلم المسؤولة وبيحكي لها عن اللي بيحصل معاه، لانه في اكتر من شخص بيعملوا المهمة اللي جه علشانها، وكمان ابن الموت الابيض ميت ودي مشكلة تانية. وبيفهم ان اللي موته هو اللي موت مرات الذئب، وفجأة وهو بيدور على الشنطة بيشوف افعى غريبة قدامه، وبيتضح انها افعى سامة جدا وهربت من حديقة الحيوان، والكل بيحذر منها علشان لسعتها مميتة. بعدها بيفكر الاب انه يموت الاميرة، لكنها بتفكره بابنه واللي ممكن يحصل له. ساعتها كيمورا بيتصل على ابنه علشان يعرف ليه مشي من المستشفى، فبيأكد له انه عرف مين اللي وقع ابنه من على السطح، وفكر انه هيتعامل مع الموضوع لوحده، فبيتضايق كيمورا لانه ما بلغوش. ساعتها الاميرة بتاخد التليفون وبتقفله، وبتطلب من الاب يجرب ارقام كتير لحد ما يفتح الشنطة، وبيتصل اتباع الموت الابيض على ليمون وبرتقان وبيطلبوا يشوفوا ابن الموت الابيض المحطة اللي جاية علشان يطمنوا عليه. فبيثبت ليمون الجثة قدامهم علشان يتأكدوا انه بخير، وبيخلع منهم برتقان بالطريقة وبيرجع للقطر، وبيأكد لليمون انهم لازم يلاقوا اللي خد الشنطة لانهم بالشكل ده هيموتوا. وبيقدر الاب بعدها انه يفتح الشنطة المليانة بالفلوس والذهب، فبتقرر الاميرة تزرع فيها متفجرات وتقفلها تاني، وده نفس اللي عاملاه في المسدس اللي مع الاب، ولو ضغط عليها ينفجر في وشه فورا. فبيتصدم الاب لانها ما كانتش معرفاه، ولو فكر يموتها كان هو اللي هيموت.
وبتحكي له إن الموت الأبيض تمت محاولة اغتياله 31 مرة، وفي كل مرة كان بيعدم كل واحد فيهم بالسلاح اللي حاول يموته بيه. علشان كده رمت ابن الأب من على السطح علشان تجبره يجي هنا وتخليه يحاول يموت الموت الأبيض، وطبعا مش هيقدر، والموت الأبيض هيعمل معاه زي ما بيعمل وهياخد مسدسه علشان يموته بيه، وساعتها المسدس ينفجر في وشه وهو اللي يموت. وبيتصدم الأب من الشر اللي جوه الأميرة، وفي الوقت ده بتتصل المسؤولة على بيج وبتعرفه إن السم اللي مات بيه الأمير قاتل جدا وبيتعمل من الأفعى السامة، واللي بيتحقن بيه بيموت في 30 ثانية لو ما خدش المصل المضاد. واللي بتستخدم الطريقة دي واحدة اسمها دبور، بس بيقطع كلامهم برتقان واللي بيهجم على بيج بمنتهى القوة والعنف، والاتنين بيدخلوا في قتال شرس جدا مع بعض، وكل واحد فيهم بيحاول يموت التاني لحد ما بيجي اتصال لبرتقان وبيضطر يرد عليه الأول، وبيعرف إن رجالة الموت الأبيض عايزين يشوفوا الأمير والشنطة المحطة اللي جاية، ولو ده ما حصلش الكل هيموت. فبيقرر بيج يساعده لأنهم ما يعرفوش شكل ليمون، وبينزل معاه شنطة مزيفة وبيقنعهم فعلا، بس الشنطة بتتفتح غصب عنه وبيلاقوا جواها هدوم، فبيطلعوا بسرعة على القطر قبل ما يموتوه. في الوقت ده ليمون شاف الأميرة والأب قدامه وقدر يفهم إن الأميرة مخبية حاجة لأنه سألها عن الشنطة لكنها قالت إنها شنطة أوراق، وبيطلع سلاحه وبيوجهه ناحيتها. ولما بيوصلوا المحطة اللي بعدها بيحاول بيج إنه ينزل لكن برتقان بيمنعه، وبيبقى عاوز حد يشيل معاه المشاكل الكتير دي، فبيتضايق بيج وبيديله رجل على غفلة بينطروا بره القطر. لكن برتقان بيجري بكل سرعته وبيركب على القطر من ورا، وبيبقى ليمون لسه محتار في أمر الأميرة، فبيطلع إزازة المية بتاعته وبيشرب منها، فبتفهمه الأميرة إن الأب هو اللي سرق الشنطة، وفعلا بيديله طلقة فورا بيقع على الأرض. وبيقرر يخلص على الأميرة هي كمان لأنه مش مصدق تمثيليتها إنها بريئة. لكن المنوم اللي حطه بيج في الإزازة بدأ يعمل مفعول، وساعتها وقع ليمون على الأرض فاقد الوعي، وبتاخد الأميرة المسدس ساعتها وبتديله كام طلقة. وبيتضح بعدها إن الدبور هي اللي كانت لابسة الدمية الضخمة في القطر وقربت من الأمير من غير ما يحس وحقنته بالسم، وأول ما بتشوف بيج بتحاول تطعنه فورا بنفس السم لكنه بيتصدى ليها بكل الطرق بدل ما يموت، وبيقدر بيج يخدعها وبيطعنها بالسم في دراعها، وكده قدامها 30 ثانية وتموت. فبتطلع الدبور المصل فورا علشان تاخده، بس بيج بيصدمها وبيخليها تحقنه هو بيه، وساعتها بتقع الدبور على الأرض ميتة بنفس أسلوبها البشع. وفي الوقت ده برتقان بيشوف جثة ليمون أخوه قدامه فبيحزن جدا وبيلبسه السلسلة بتاعته. أما بيج فكان حاسس إن كل اللي بيحصل له ده سوء حظ، وبيتوتر أكتر لأنه بيتعالج نفسيا وبيحاول يهدي نفسه. وبيتصل الموت الأبيض على برتقان وبيلوم عليه علشان فشل في المهمة، فبيتعصب برتقان لأن أخوه مات، وبيعرف الموت الأبيض إنه كان المفروض يسيب موضوع موت مراته ويحمي ابنه بنفسه. فبيتضايق الموت الأبيض وبيعرفه إنه هيجيله المحطة يموته، وبيأكد له إنه اشترى كل التذاكر اللي في القطر وعارف مين اللي هيفضل للمحطة الأخيرة. وبعد ما بيقفل بيشوف برتقان قدامه الأميرة وبتعمل نفسها بتعيط وإن في اتنين اتخانقوا عليها لحد ما موتوا بعض، بس برتقان بيشوف على ظهرها واحد من ملصقات ليمون وبيفهم إنها شريرة وما ينفعش يثق فيها، وبيرفع السلاح عليها علشان يموتها، لكنها بتشوف بيج وبتتوسل له علشان ينقذها منه، فبيحاول يشد المسدس من ايد برتقان لكن للأسف بتخرج طلقة بتيجي في رقبته، وبيقع برتقان على الأرض ينزف لحد ما بيموت. وبيوصلوا المحطة قبل الأخيرة، فبينزل بيج وبيطلب من الأميرة تيجي معاه، لكن بتعمل إن هدومها اتعلقت في الكرسي علشان تجبره يستنى. وأثناء ما كانوا قاعدين بيتفاجئوا بوصول كيمورا، لكن بيج ما بيحبش يتكلم معاه وبيقوم يدخل الحمام، وبيبقى كيمورا فهم إن الأميرة هي اللي ورا موضوع حفيده، وبتعرفه إن الراجل بتاعها مستنيها تكلمه علشان يخلص عليه، لكنها بتتصدم إن كيمورا عمل حسابه وخلى واحدة من أتباعه تقضي على الراجل قبل ما يلمس الحفيد. بعدها بيقعد كيمورا مع بيج وبيعرفه حقيقة الأميرة، وبيحكي له إنه كان عضو في العصابة اليابانية الخطيرة وشاف الموت الأبيض أول ما كان جاي من روسيا، وحاول يحذر الزعيم لكن فشل في ده. وبعدها الموت الأبيض موت مرات كيمورا، ولما كيمورا شاف إن ابنه قدر يستخبى قرر ينسى الانتقام ويعيش علشان يربيه، بس كان حاسس ان طريقه هيتقابل مع الموت الابيض علشان ينتقم في يوم من الايام. بعدها بيتفاجئوا ان ليمون كان فاقد الوعي ولسه عايش، وده لانه لابس سترة ضد الرصاص. ولما بيعرف باللي حصل لبرتقان بيتصدم، لكن بيج بيحاول يهديه لانهم هيوصلوا المحطة الاخيرة خلاص وهيلاقوا الموت الابيض مستنيهم. وبالفعل بينزل بيج بالشنطة وبيحاول يتمم الصفقة علشان يروح،
وبيدخل الموت الأبيض للقطر وبيقابل الأميرة، والمفاجأة إنها تبقى بنته، لكنه طول الوقت كان بيعاملها وحش لأنه مش بيحب البنات، ولما بترفع عليه المسدس اللي فيه القنبلة بياخده منها بسهولة وبيوجهه عليها، لكنه بيرفض يموتها وبيتجاهلها وبيمشي، وبيطلع يتكلم مع بيج علشان يعرف حكايته، وبيتضح ان الموت الابيض هو اللي جمع كل القتلة دول في القطر. فبيتصدم بيج وبيسأله عن السبب، فبيحكي له الموت الابيض ان مراته عربية خبطتها وعملت حادثة، وبيبقى فاهم ان دي اكيد محاولة لاغتياله، وللاسف كان في 2 من القتلة بيموتوا كل رجالته، وده خلى مراته من غير حراسة، والاتنين دول هم ليمون وبرتقان. ورغم كده الموت الابيض لحق مراته ووداها المستشفى، بس حالتها كانت خطيرة ومحتاجة افضل جراح علشان ينقذها، لكن المشكلة ان الجراح ده مات متسمم قبلها بيومين، واللي عملت كده هي الدبور. فبيستغرب بيج لانه كده دبر موت ابنه الامير كمان، فبيأكد له الموت الابيض ان ده حقيقي، لان مراته ما كانش المفروض تركب العربية اصلا، بس كانت رايحة تطلع ابنه من مشكلة كالعادة، فقرر انه مشارك في اسباب موتها ولازم يموت، واخر واحد هو اللي خبط مراته بالعربية واللي هو كارفر. فبيتصدم بيج وبيحاول يفهمه انه جاي مكان كارفر اصلا، لكن الحراس بيفتحوا الشنطة وبتنفجر في الحال، ومن بعدها بيبدأ قتال من اشرس ما يكون على كافة الاصعدة، وبيقف الموت الابيض قدام كيمورا مرة واحدة وللابد علشان يصفوا حسابهم، وبيقدر برتقان يخلي القطر يكسر المحطة ويكمل في الطريق، لكن مش بيقدر لا يهدي السرعة ولا يوقفه، وبيفضل هو وبيج يضربوا الحراس. أما الموت الأبيض فكان بيمارس لعبة المسدس على كيمورا علشان يستعيد الأيام الخوالي، وبيجرب على نفسه لكن ما بيجيش فيه الطلقة، لكن بسبب إزازة أخدها برتقان معاه بالغلط أصلا ولفت على الكل، بيتضح إن الأب ما ماتش، وبيمسك الإزازة يحدفها على الموت الأبيض، وبيدي فرصة لكيمورا إنه يطعنه بالسيف، لكن القطر بيبقى خلاص خرج عن المسار وبيتدمر تماما. وفي وسط كل ده بيقدر بيج ينجو عن طريق الدبدوب الكبير، لكن الموت الابيض هو كمان بينجو وبيبقى عاوز يموته لانه فاكره كارفر، ورغم انه اتاكد من هويته الا انه بيقرر انه يموته، لكن مسدسه بيبقى فاضي، فبيطلع مسدس بنته اللي خده منها وبيضرب عليه، فبتنفجر القنبله اللي فيه وبيموت الموت الابيض اخيرا. وبيتصدم بيج من حسن حظه، لكن قبل ما يفرح هو وكيمورا والاب بتظهر قدامهم الاميره وعايزه تاخد مكان ابوها، بس قبل ما تموتهم بتيجي شاحنه برتقان تخبطها تقضي عليها تماما. بعدها بتيجي المسؤوله عن بيج علشان تمشيه من الفوضى دي كلها، واول ما بيعرفها ان عربيتها حلوه بتقع عليها حديده كبيره بتدمرها تماما، وبيتضح ان ليمون نجا وشاف عربيه البرتقال، فقرر ياخدها ويقضي على الاميره الشريره بالنسبه ليه قبل ما يرجع لحياته من تاني. وبكده بينتهي فيلمنا النهارده يا اسطوره. ما تنساش تدعمنا بلايك وتكتب لنا رايك في كومنت علشان توصل لك كل ملخصات HD أكشن.